ما الذي يخطر ببالك حين تسمع كلمة فصحى؟ ربما استذكرت الآن بعض الأمور، لكن الفصيح في اللغة هو الواضح. الكلام الفصيح هو الكلام الواضح. تخيل معي كاتبا أو مذيعا يخاطب الناس ويقول: شفن هذا الجاسوس ذلك الصبي فجعله يهنف. لن تفهم شيئا ولن تستفيد من تعلم هذه الكلمات القديمة في الوقت الحاضر، فمنها من دثر ومنها من تغيرت دلالته، ككلمة بهلول مثلا، حيث كانت تعني الرجل كريم الصفات والأخلاق، واليوم نشير بها للمعتوه، واللحن هو الخطأ في الكلام، وصار الآن موسيقى. والشاطر كان يعني الخبيث الماكر، واليوم تطلق على الناجح الذكي، وغيرها الكثير. فكل ما سبق يسمونه بالفصحى القديمة، وقد طرأ عليها التطور الزمني والجغرافي والعالمي، وولدت عندنا الفصحى الحديثة، تلك التي نقرأها اليوم في الكتب ونسمعها في الإعلام، وهي ما أنصحك بالاطلاع عليه لتنمية مخزونك وسليقتك. ولا تنسى أن الاستماع أهم من القراءة في تعلم أي لغة، فما يدخل من أذنك يخرج من لسانك. شكرا لاستماعكم، أراكم لاحقا.